مدرب البرازيل تيتي يفاجئ إسلام سليماني بهذا التصريح الخطير ويفجر له مفاجأة ستهز العالم. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت عاشق ومحب لأسطورة الجزائر اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد فوز نادي كورتيبا على نادي أتلتيكو بارنيس بنتيجة 2-0 وسجل لكورتيبا لويس فيكتور وإسلام سليماني. لكن ما هز العالم هو تصريح المدرب البرازيلي تيتي الذي صرح لصحيفة ريو دي جانيرو سبورت الرياضية وقال: أنا رشحت هدف إسلام سليماني كأفضل هدف في الدوري البرازيلي هذا الشهر لأن هذا الهدف سجل بطريقة رائعة. فالهدف سجل وسط 5 مدافعين من أتلتيكو، فسليماني ابن 35 عام لكن يلتحم مع المدافعين بقوة وكأنه ابن 23. وقال تيتي: الدوري البرازيلي من أقوى الدوريات في العالم. وقال تيتي: عندما سجل إسلام سليماني الهدف دكة البدلاء والجماهير تفاعلوا مع هذا الهدف لأنهم يعلمون قيمة إسلام سليماني فهو أحد أساطير الكرة الجزائرية. وقال على لاعب المنتخب البرازيلي التعلم من إسلام سليماني، فمنتخب البرازيل في السنوات الأخيرة فقد الروح والعزيمة التي عند إسلام سليماني وعليهم التعلم منه الروح القتالية. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب الإسلام سليماني اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.